تفتكر ليه لعيبة اليومين دول ما عندهمش التزام؟ تعال نمسكها واحدة واحدة. أول حاجة، احنا لو رجعنا كام سنة ورا هتلاقي إن لعيبة الكورة كان أجرها ضعيف جدا. يعني مثلا وحسب مصادر معينة إن لعيب زي أبو تريكة آخر سنتين ليه مع الأهلي كان بياخد 2 مليون جنيه بس، وأنت بتتكلم على أبو تريكة يعني واحد من أحرف وأمتع اللعيبة اللي جت في مصر، ده إذا ما كانش أحرفهم أصلا. ولو جيت تحطه مع أي لعيب من لعيبة اليومين دول، زي إنك تقارن أيفون 17 برو ماكس بنوكيا ان 70 مثلا. ومع ذلك ورغم نجوميته الشديدة وحب الناس ليه والراتب القليل بالنسبة للاعب بالامكانيات دي، عمرك ما سمعت انه اتأخر على ماتش او قفل تليفونه وقت ماتش. طبعا انت ممكن تقولي ان ابو تريكة ما كانش بيهمه الفلوس، هقول لك عارف، بس تعالى نقسمها لكذا حاجة كده. لعيب الكورة بيبقى عنده حاجة من ثلاثة، او ممكن الثلاثة دول يجوا مع بعض. اول حاجة وهي المبادئ، ودي ما اعتقدش ان هي موجودة في لعيبة اليومين دول، ولو هتدور على الامثلة فما فيش اكتر منها. تاني حاجة هي الالتزام، ودي زي اللي قبلها بالظبط، مش هتلاقيها في معظم لعيبة الجيل الحالي. تالت واهم نقطة هي حبهم للفلوس، وزي ما قلت لك ان لعيبة زمان كان مرتبها قليل جدا في السيزون، ده طبعا مقارنة بدلوقتي. يعني احرف لعيب زمان مثلا كان بياخد كام؟ 2 3 مليون، حتى لو كان الرقم ده كبير وقتها، بس برضه ما كانش يأمن مستقبل ولا يعمل حاجة. طب تعال نبص على الارقام اللي بتتحط دلوقتي لعقود اللعيبة، هتلاقيها ارقام مرعبة. لعيب عنده 20 و25 سنة بتحط له 100 مليون و200 مليون في السيزون. طب تفتكر دلوقتي بغض النظر عنه لعيب كورة، لما يبقى واحد عنده 25 سنة ومعاه 100 مليون جنيه في السنة، ده هيبقى عنده شغف لأي حاجة في حياته؟ يعني هل انت كشاب جيت قلت لك خد ال 100 مليون جنيه دول وليك عندي كل سنة زيهم، ايه اول حاجة هتفكر تعملها؟ بالظبط هتسيب شغلك. فانت كإنسان طبيعي اول حاجة فكرت فيها انك تستقيل من شغلك اللي هو يعتبر مصدر دخلك الاساسي، بغض النظر عن ان انت بتاخد منه كام، بس انت تخليت عنه قبل ما حتى تفكر هتعمل بال 100 مليون ايه. طب تعال نفكر مع بعض، ال 100 مليون جنيه دول هتعمل بيهم ايه؟ جبت فيلا 5 نجوم، عربية بنتلي اخر موديل، ومعاها رانج روفر يا عم ولا تزعل نفسك، واحدث اجهزه وموبايلات. طب وبعدين انت كده يعتبر خلصت كل اللي كان نفسك فيه وعايش عشانه، وانت لسه يا دوبك عندك 25 سنه. فتفتكر هيبقى ليك شغف لاي حاجه تانية؟ يعني هتشتغل او هتدور على فلوس تاني ليه؟ ما انت خلاص حققت كل احلامك. هتقولي مش كل اللعيبه بتفكر كده، اقولك حلو، نرجع لاول نقطتين اللي هي الالتزام والمبادئ، ودول مش هتلاقيهم للاسف في اي لعيب كوره ينفع يتقال عليه لعيب، وانت فاهم قصدي كويس. وده عشان اي لعيب مهاري بيبقى عارف ان هو باقل مجهود هيتميز عن زمايله، وهياخد كل اللي هو عايزه، وكل الناس هتتكلم عليه، فمش هيلتزم بأي مواعيد ولا بتدريبات. وكده أتوقع أنت فهمت وجهة نظري. طيب امتى اللعيبة دي ترجع تلتزم مهما كان مستواها؟ هقولك لو عقد اللعيب من دول رجع منطقي وطبيعي، مش أرقام كبيرة جنبها صفار كتير وخلاص. هيرجع عندك لعيبة تاكل النجيلة 90 دقيقة طول الموسم عشان بس تحافظ على مكانها في الفريق والفلوس اللي بياخدوها. وبس كده أكون جاوبتك على سؤالك.